أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم طيب العشرة بين الزوجين. الحمد لله الذي جعلنا من أنفسنا أزواجا وحث على التراحم والتعاون بين الزوجين وجعله أساسا ومنهاجا به تسعد الأسرة وتزداد سرورا وابتهاجا. أحمده سبحانه بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فأحسن وأحكم وبخلق الذكر والأنثى أشهد وأقسم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله جعل الزواج من سنته ونهجه وطريقته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم إلى دار القرار. أما بعد فيا عباد الله، في الزواج محبة وشفقة وحسن حال وهدوء بال. في كفنه يتحقق الاستقرار ويضمن للجنس البشرية البقاء والدوام والاستمرار. فلا عجب أن ذكره الله عز وجل في معرض الدلالة على قدرته وجعله من علامة ربوبيته ووحدانية. وقال تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومما جاء في الترغيب في الزواج الرد على من آبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو كان نبيا ورسولا ما اتخذ له أزواجا وذرية. فقال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أيها المسلمون، إن الأصل في حقوق الزوجة على زوجها قوله تعالى: وآشروهن بالمعروف، وقوله أيضا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. ومن حقوق الزوجة على زوجها المهر لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الثانية السكن المناسب لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. النفقة لقوله تعالى: ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. رابعا تعليمها أمور دينها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. خامسا الصبر عليها والعفو عنها، قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. سادسا أن يرآها إذا مرضت، لقد ثبت الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: تغيب عثمان رضي الله عنه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدر وسهمه. والحديث رواه البخاري. عباد الله، ومن حقوق الزوجة إجمالا طلاقة الوجه والكلمة الطيبة، ويجلس معها ويؤانسها ويسامرها ويتزين ويتجمل لها ويسلم عليها إذا دخل البيت ويمنعها من جميع أنواع الفساد ومن ذلك التبرج، ولا يمنعها من زيارة أهلها وأقاربها ويحسن الظن بها ويحفظ هيبتها وكرامتها أمام الناس ولا يؤاملها معاملة الأماء. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهلي وأنا خير لأهلي. وقوله أيضا: إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمكن إلا كريم وما أهانكن إلا لئيم. قال تعالى: وآشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ومن حقوق الزوج على زوجته طاعته في غير معصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
ثانيا الاعتدال في الغيرة للمرأة أن تغار على زوجها ولا سيما إذا كان متعددا ولكن في حدود الغيرة المقبولة. ثالثا أن تحفظه في غيابته. رابعا ألا تخرج من بيته إلا بإذنه. خامسا أن تقوم بخدمته وخدمة أولاده. سادسا ألا تتصدق من ماله إلا بإذنه، لما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. والحديث رواه البخاري. ومن حقوق الزوج إجمالا ألا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه، ولا ترهقه بالإكثار من النفقات، وتزين له وتشكره وتصبر على فقره وتنفق عليه إن كانت غنية. فاتقوا الله عباد الله وأكرموا نساءكم كما أمركم دينكم وأوصاكم نبيكم صلى الله عليه وسلم. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم.